جبت لكم وصفة للسمك المكاريل ظريفة جدا. صينية السمك المكاريل بالخضار. مستحيل الخضار يطلع معاكي زفر خالص بالطريقة دي. اعمليها لو ما بتحبيش السمك بالطريقة دي هتحبيها جدا بالخضار. مستحيل الخضار يكون زفر معاكي خالص. شايفين شكل الجلدة بتاعت السمك بتتقشر معايا سهل. هقول لكم على جميع تركات الصينية. شايفين الخضار مستوي وكان طعمه حلو جدا. في تتبيلة السمك بس مفهوش زفارة ولا ريحة السمك. عملتها بطريقة سهلة جدا. تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان أقول لكم جميع خطواتها. أنا جبت سمك مكاريل سمكتين كبار وقطعتها 3 أجزاء. غسلتها كويس جدا الأول وصفتها من المية بتاعتها، وثوم وفلفل أحمر أو أخضر. وهجيب التوابل بتاعتي ملح كمون كزبرة وليمون. والخضار بتاعي بطاطس هفرشها كده في أرضية الصينية عشان البطاطس بتاخد سوا أكتر حاجة. وهحط عليه البصل وطماطم وفلفل. الطماطم هتكون على الوش عشان الطماطم مش بتاخد سوا خالص. فشايفين رصيت كده الصينية بتاعتي البطاطس تحت خالص عشان تستوي. وهحط على الخضار السمك. الطريقة دي هتخلي السمك معايا قشرته بتتقشر مش دايبة. وكمان والله ما هينزل زفارة على الخضار. السمك مش بينزل زفارته خالص على الخضار. احضر التتبيلة بتاعتي. هنزل الثوم والفلفل على الملح والكمون والكزبرة. وهعصر ليمونة كبيرة. وهقلب التتبيلة كويس جدا وهحطها في السمك في بطن السمكة. هوصل التتبيلة لكل حتة في السمكة من بره كده ومن جوه. والجزء بتاع الديل ده انا مش بفتحه، انا بسيبه مقفول زي ما هو، بس برضو بحط عليه التتبيلة من بره ومن جوه فبيكون برضو طعمه متبل عادي. هبتدي ارص السمك على الخضار من فوق. الطريقة دي هتخلي السمكة القشرة بتاعتها تعرفي تقشريها. لكن لما يكون السمك من غير خضار او يتحط تحت خالص هتلاقي القشرة دابت ومش هتعرفي تقشريها خالص وانتي بتاكليها. هتحاولي تقشريها بمعلقة. بس الطريقة دي بتكون سهلة خالص في تقشير السمك. التتبيلة بتاعتي اللي اتبقت هوزعها كده على الخضار وعلى السمك من بره. مسحة كده بسيطة على السمك. وهحط شوية مية صغيرين في قلب الطبق وهرشها كده على السمك علشان الخضار والبطاطس تستوي بيها. يعني هي شايفين شوية صغيرين خالص. وكمان هحط رشة زيت عشان تدي لمعة لصينية السمك وتستوي معايا. هدخلها الفرن على درجة حرارة عالية. هنزل الشبكة تحت خالص على الصاجة وهحطها تستوي براحتها حوالي ساعة او زي ما تاخد. شايفين القشرة شايفين القشرة شكلها حلوة جدا. وفي صوص السمك كانت طعمها حلو. السمكية متبلة والخضار متبل، كل حاجة بتتبيلتها مفيش حاجة مش متبلة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتقولولي رأيكم في الكومنتات وتشتركوا في القناة عشان يعني اتشجع وانزل لكم حاجات اكتر من كده. وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.